طابت أوقاتكم مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الزاوية البيئية. مستمعينا الأعزاء، موضوع حلقتنا اليوم هو الأسمدة. ما هي الأسمدة وما أهميتها وما هي أنواعها؟ مستمعينا الأكارم، السماد مادة تضاف للتربة من أجل مساعدة النبات على النمو، ويستخدم المزارعون عدة أنواع من الأسمدة لإنتاج محاصيل وفيرة، كما يستخدم البستانيون السماد لإنتاج أزهار قوية وكبيرة وخضروات وفيرة في الحدائق المنزلية. وتحتوي الأسمدة على مواد غذائية أساسية لنمو النبات، وتصنع بعض الأسمدة من المواد العضوية مثل روث الحيوانات أو مخلفات الصرف الصحي، وبعضها الآخر من مواد معدنية أو مركبات منتجة في المصانع. وقد استخدم الإنسان الأسمدة منذ آلاف السنين، حتى في الأوقات التي كان لا يعلم مدى فائدتها للنبات، وقبل أن يعي الإنسان أهمية تغذية النبات بفترة طويلة، فقد لاحظ أن روث الحيوان ورماد الخشب وبعض المعادن الأخرى تساعد النبات على أن ينمو بقوة. وخلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، اكتشف الباحثون أن هناك بعض العناصر الكيميائية ضرورية لتغذية النبات. مستمعين الأعزاء، أهمية الأسمدة تكمن في أن النباتات الخضراء تنتج غذاءها من خلال عملية التركيب الضوئي، وهذه العملية تحتاج كميات كبيرة من 9 عناصر كيميائية تسمى المغذيات الكبرى، وهي الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، الفوسفور، البوتاسيوم، النيتروجين، الكبريت، المغنيسيوم والكالسيوم. كما تحتاج أيضا إلى كميات أقل من عناصر أخرى تسمى المغذيات الصغرى، وهي البورون، النحاس، الحديد، المنغنيز، المولوبيديوم والزنك. ويزود الماء والهواء النبات بمعظم احتياجاته من الكربون والهيدروجين والأكسجين، أما باقي العناصر فيتم الحصول عليها من التربة. وتأتي العناصر التي يحصل عليها النبات من التربة من نباتات متحللة أو مواد حيوانية وعناصر ذائبة، ولكن في بعض الأحيان لا تتوفر كميات كافية من هذه المواد في التربة، مما يحتم إضافة السماد. فمثلا يشمل حصاد المحاصيل إزالة النبات من التربة قبل موته وتحلله، وبذلك لا ترجع العناصر المعدنية الموجودة في المحاصيل إلى التربة، ولهذا يجب إضافة السماد. وتتضمن العناصر التي غالبا ما تكون ناقصة في التربة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. مستمعين الأكارم، يوجد نوعان من الأسمدة: أسمدة معدنية وأسمدة عضوية. وتنتج الأسمدة المعدنية من عناصر معينة أو مواد مصنعة، أما الأسمدة العضوية فمصدرها النباتات والمواد الحيوانية. مستمعين الأعزاء، الأسمدة المعدنية هي الأكثر استخداما، ويزود النبات ب3 عناصر رئيسية هي النيتروجين، الفوسفور والبوتاسيوم. والأسمدة العضوية يتم تصنيعها من مواد مختلفة بما فيها السماد الحيواني ومواد نباتية ومياه الصرف الصحي وفضلات مخازن التعبئة. وتحتوي هذه الأسمدة على نسبة أقل من العناصر مقارنة بالأسمدة المعدنية. مستمعين الأعزاء، هناك بعض المشاكل في صناعة الأسمدة، نذكر منها أنه يجب إنتاج ملايين الأطنان من الأسمدة سنويا لضمان توفير حاجة العالم من الغذاء. ويحاول منتجو الأسمدة
تلبية الاحتياجات الفعلية من الأسمدة المطلوبة، وفي حالة عدم إمكانية تحقق ذلك ربما ينتج نقص كبير في إنتاج الغذاء، وبسبب نقص المواد الخام انخفضت إمكانية توفير السماد، حيث تستخدم بعض المواد الخام كالغاز الطبيعي والفوسفور في صناعات أخرى، مما يؤدي إلى انخفاض في إنتاج السماد. ويؤدي الاستخدام الزائد من الأسمدة إلى تلوث الماء، حيث يحمل السماد إلى البحيرات والجداول أثناء انجراف التربة، وتزيد العناصر الغذائية من نمو الطحالب في هذه الأماكن المائية، وعندما تموت الطحالب تخلف نفايات بكميات كبيرة تعمل على استهلاك الأكسجين عند تحللها، وينتج عن ذلك موت الأسماك والنباتات الأخرى. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، وألقاكم في حلقة جديدة. أتمنى لكم أوقاتا سعيدة.